بيان نادي الزمالك للضحك على جماهيره وتصدير وهم المظلومية عشان ناخد حقوق أكتر من حقوقنا، واسألوا عمرو الدرديري. ضغط الرهيب في المباريات، دوق شوية من اللي كان بيحصل مع النادي الأهلي السنين اللي فاتت، ولا أنت مش نادي كبير ولا إيه؟ أما قصة غياب العدالة وتكافؤ الفرص، كانت فين دي وأنت بتلاعب المصري في الكونفدرالية وهو مش مريح وبيلعب مباراة في الكاس وحضرتك مريح؟ ولا عليك إخيه وليك الله عليه؟ فنكمل عشان دي جملة حق يراد بها باطل. وبعد كده داخل لي في أخطاء تحكيمية واضحة. ممكن حضرتك توضح لنا إيه الأخطاء التحكيمية ومدى تأثيرها في النقاط، ونعرضها على خبراء تحكيم، عشان انتوا لا مؤاخذة في التحكيم الفهم بعافية. عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقت كافي. هم جابوا لكم الحكم اللي انتوا بتحبوه ده، انتوا حتى اتخانقتوا عشان يلعب معاكم مباراة الأهلي السنة اللي فاتت. كده كده كان بيحكم لكم قدام بيراميدز والدنيا حلوة. وفي الصفحة دي بيؤكد نادي الزمالك ان الفار ظلمهم وفيها اخطاء تحكيمية، بس احنا ما شفناهاش، اللي هم برضو ما بيقولوهاش، يعني تكرار المظلومية والصياح. اوكي، انتوا مصممين ان انتوا وقعتوا في الكمين وخرجتوا وزعلانين. صياح. بيع الأونطة في تصريح رسمي. خروج من الكاس، مؤامرات، مظلومية، ضحك على الجماهير.